السلام عليكم. ناس كتير بتسألني إحنا ليه أحيانًا بنشوف استراتيجيات كتير أوي في التسويق وإدارة الأعمال لمّا بنيجي نطبّقها في الbusiness بتاعنا بنفشل، والكلام ده ما بينجحش. فخلّيني أقول لك 3 أسباب ممكن تؤدي للموضوع ده. أول سبب وهو الأشهر إنك تكون أخدت معلومة من مصدر غير موثوق. الناس اللي بتتكلم في التسويق وإدارة الأعمال كتير جدًا، منهم اللي فاهم ومنهم كتير اللي مش فاهم ومش متخصص في الموضوع وما درسوش بشكل علمي. فبالتالي الطبيعي إن لمّا أنت تاخد معلومة من الناس دي، المعلومة دي ما تنجحش، لإن هم مش فاهمين في اللي هم بيقولوه كويس ومش عارفين أبعاده. تاني سبب لفشل استراتيجيتك التسويقية أو النصيحة اللي أنت سمعتها في عالم الbusiness، هو إنك تكون أخدت نصيحة أو معلومة من مصدر موثوق فعلًا، ولكن المعلومة دي مش مناسبة ليك أنت، مش لحالتك أنت. أنت ممكن تبقى صاحب سوبر ماركت، سمعت نصيحة في التسويق عملها واحد بتاع عربيات، نجحت معاه، ما ينفعش أنت تاخدها وتطبّقها زي ما هي، ممكن تغيّر فيها بعض الحاجات وتنفع معاك، لكن ما ينفعش تاخدها زي ما هي كده. أقول لك اللي أكتر من كده كمان، ممكن أنت نَفْسك كصاحب سوبر ماركت مثلًا تيجي تسألني عن حاجة معيّنة، استراتيجية كده تعملها، فاقوم قايل لك عليها، تيجي بعد سنة تطبّقها تفشل معاك. ما هو أنا لمّا قُلت لك عليها في وقتها، في ظروفك أنت ساعتها، في ظروف المنافسة اللي موجودة ساعتها، في ظروف الاقتصاد اللي موجودة ساعتها، لو جيت تطبّق الكلام ده بعد سنة بالتأكيد ممكن ما ينجحش معاك. السبب التالت بقى وهو إنك ممكن تاخد معلومة من مصدر موثوق وتكون مناسبة ليك أنت فعلًا وتنفع لظروفك تحديدًا، ولكن تفشل برضه. إنك أنت من جواك عندك أسباب عاطفية تخلّيك ما تلتزمش بتنفيذ الاستراتيجية دي بشكل كامل. يعني على سبيل المثال، أنا ممكن حد ييجي يسألني عن مشروع قبل ما يبدأ، فأقول له لأ المشروع ده هيخسر، ده ما ينفعش تفتحه في الوضع الحالي ده، في الظروف الحالية دي ما ينفعش. فهو يعاند ويكابر ويقول لأ أنا فاهم فيه وهانجحه، وييجي يعمله يقعد كام شهر كده وبعدين يفشل. حد تاني مثلًا ييجي يسألني عن مشروع معين فأقول له لأ، اطلع من المدينة اللي أنت فيها دي واعمله في مدينة تانية، أو اطلع من البلد اللي أنت فيها واعمل مشروعك ده في بلد تانية. ولكن هو بسبب تعلقه بالبلد أو بالمكان ده ما يحبش إن هو يخاطر ويروح ويقول طب أنا لسه بقى هافتح سوق جديد وبتاع، فخوفه وتردده يمنعه من إن هو ينفذ النصيحة اللي اتقالت له، فبالتالي يخسر ويفشل. فدي 3 أسباب لازم عشان أي استراتيجية تسمعها تنجح وتتأكد إنها فعلًا فعّالة على أرض الواقع، تتوافر فيها الشروط، إنها تكون من مصدر موثوق، إنها تكون مناسبة ليك أنت تحديدًا ولظروفك، وإنها تكون حاجة أنت فعلًا عندك استعداد لتنفيذها بالكامل. لو عايز تعرف أكتر عن التسويق وإدارة الأعمال اعمل لايك وشير للفيديو وتابع الصفحة. سلام عليكم.